ازاي اعرف انا بخسر ولا بكسب من الاعلانات الممولة بتاعتي؟ حلو قوي. بص يا سيدي، الموضوع ببساطة الارقام ثم الارقام. انت لو بادئ بيزنس جديد لانج ولسه في مرحلة التأسيس او اللانشنج اللي هي الانطلاق، اللي يهمك الارقام بس. كل مرحلة في البيزنس هتبص على ارقام معينة. يعني ايه؟ في اول البيزنس بتاعك وانت بادئ اعلانات لازم تبص على الانسايتس، تشوف هل في تحسن في زياده المشاهدات، هل المشاهدات بتزيد، هل المتابعين بيزيدوا، هل العملاء دول فعلا عملاء مهتمين. مش محتاج ابص على المبيعات دلوقتي قد ما ابص على الانسايتس. اما انت بقى لو انت بيزنس اوريدي موجود بالفعل، يبقى لازم تحلل الارقام اللي جايه دي. اول حاجه هتبص عليها هي حاجه اسمها الرو از، يعني الفلوس اللي بتجيلك المبيعات مقابل الاعلانات. يعني انا لو بصرف مثلا 10000 جنيه اعلانات وجالي مبيعات ب 100000 جنيه، يبقى الرو اس بتاعي هو عدد المبيعات او حجم المبيعات على الفلوس اللي انا صرفتها. وهنا الرو اس بتاعك هيبقى 10. اما تاني حاجه هتبص عليها فهي عدد الاوردرات والحجوزات اللي جات لك من الاعلانات. جالك 200 اوردر، هتقسم ال 200 اوردر دول على ال 10000 جنيه بتوع الاعلانات، هتلاقي ان الاوردر واقف عليك تكلفه اعلانات 50 جنيه. وانت بتسعر بعد كده لازم تبقى عامل حسابك ان انت تحط سعر الاعلانات او تكلفه الاعلانات عليك على تكلفه المنتج. اما ثالث حاجه تبص عليها في المرحله دي هي الروي. ايه هو الروي؟ هو ريتيرن اون انفستمنتس او العائد على الاستثمار. يعني من الاخر كده انا بعد تكاليف بتاعت المصاريف كلها، بالاعلانات، بتكلفه البضاعه، بعد كل ده انا بكسب كام في المية من الفلوس اللي انا حطيتها في البيزنس. يعني انا حطيت 100000 جنيه جابوا لي بعد شويه 110، يبقى انا كده دخل لي صافي من العائد بتاع الاستثمار بتاعي 10% على الفلوس اللي انا حطيتها كاستثمار. هي دي الارقام اللي انت لازم تبص عليها في كل مرحله في البيزنس بتاعك. انا كريم عطيه، ولو مهتم بالمحتوى ده اعمل لي فولو. السلام عليكم.